بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم في سهرة الصلح، سهرة الثلاثاء المباركة التي نحاول فيها إصلاح ذات البين مع الرجل المصلح فضيلة الدكتور السعيد بوزري. مرحبا بأوفياء برنامج الصلح خير. نرحب بكل من يتواصل معنا، من يتصل بنا، من يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية، وتحية طيبة للجالية المسلمة في المهجر. ولكم مني أيضا تحية الفريق التقني العامل معنا هذا المساء واليوم المباشر في نهاية هذا الموسم المباشر، ساعة و30 دقيقة لإصلاح ذات البين. سينقطع برنامج والصلح خير عن البث خلال شهر رمضان، وسنعود بحول الله تعالى في الموسم الجديد بديكور جديد، بحلة جديدة، بأركان جديدة، بقضايا جديدة نتواصل وإياكم في علاجها وطرحها والبحث عن الصلح مع الدكتور دائما السعيد بوزري. نرحب به ونستفتح هذه السهرة بالترحيب بالرجل المصلح. أطال الله في عمرك يا دكتور سعيد بوزري، معنا ومعكم من أجل إصلاح ذات البين. مرحبا دكتور. مرحبا أختي نجاة، بارك الله فيك، حفظك الله. كيف حالك دكتور؟ الحمد لله رب العالمين، نسأل الله دوام النعم ونسأل الله تمامها. مرحبا دكتور. إذا دكتور، كما تشاهد ويشاهد المشاهد الكريم أيضا، معنا ضيفة كريمة. فرحنا كثير ما شاء الله. نعم، الأخت زينب. مرحبا بها زينب معنا، والتي جاءتنا اليوم لكي تتواصل مع شريحة الصم بلغة الإشارة، وكم هم في حاجة ماسة إلى أن يعني يفهموا ما يجري في برنامج والصلح خير. ستكون معنا خلال ساعة ونصف من المباشر، تقوم بشرح القضايا التي نعرضها. أيضا يستفيد المشاهد الكريم بما يتفضل به فضيلة الدكتور سعيد بوزري الرجل المصلح. ونتمنى من زينب أن تتواصل معنا وتكون جلسة طيبة في جلسة برنامج الصلح خير. مرحبا بك زينب. إذا دكتور، حديث اليوم سيكون حول شهر رمضان، والموضوع هو رمضان والصلح دكتور. إذا للبداية تكون هكذا دكتور. قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. دكتور سعيد بوزري، في هذه الجلسة الطيبة، جلسة الصلح، نريد من الرجل المصلح أن يدلنا على الطريق الصالح أيها المصلح، ونحن نتهيأ لاستقبال شهر رمضان، هذا الشهر الفضيل والعظيم. تفضل دكتور سعيد بوزري. لك الفضل أختي نجاة، بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بدوري أشكر الله عز وجل على نعمة زينب. نعم. التي أنعم بها الله عز وجل علينا، وقد شعرت فعلا بسعادة غامرة تملأ حنايا قلبي حينما حدثتني أختي نجاة البارحة. نعم. بهذه البشرى أن الأخت زينب ستكون معنا، ترافقنا في هذا البرنامج، وستعود معنا عندما يعود البرنامج الجديد إن شاء الله. نعم. لتبلغ الرسالة لهذه الفئة، هم أبناؤنا، بناتنا، إخواننا، أخواتنا. ومنذ عامين حدثني بعضهم طبعا عن طريق لغتهم التي ترجمها لي أحد الإخوة جزاه الله خيرا في المسجد، وهم يتابعون دروس المسجد، عبروا عن رغبتهم الكبيرة في ترجمة معاني البرنامج ليفهموا تلك المعاني ويتابعونهم هذا البرنامج بشكل يعني مريح، والحمد لله رب العالمين. ولكن للأسف لا يفهمون ما يقال في البرنامج. وقد وعدتهم، قلتم سنعمل بقدر الإمكان على تحقيق هذا المقصد،
ولكن قدر الله عز وجل أن يتحقق هذا المقصد نعم. في هذه الليلة المباركة. الحمد لله. فأسأل الله عز وجل دوام النعم وتمامها. وقد علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نشكر الله عز وجل على كل نعمة، مصداقا لقوله تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. نعم. وأيضا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن ندعو الله عز وجل عند كل نعمة: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا رب، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. إذا نتوجه بالتحيات المباركات لإخواننا وأخواتنا الذين يتابعون الآن هذا البرنامج. كما قلت أختي نجاة في آخر حلقة في هذا الموسم، على أن يتجدد اللقاء إن شاء الله وقدر في الموسم القادم إن شاء الله دكتور. رمضان والصلح. سنشتاق إليك دكتور. الله يبارك فيكم، ربي يحفظكم، شعور متبادل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير إن شاء الله. يقول سعيد هو أيضا سيشتاق إليك. ونشتاق إلى جميع الفريق العامل وإلى جميع المشاهدين وجميع المشاهدات. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا في مستقر رحمته، لأن السعادة في الحقيقة صناعة جماعية. السعادة صناعة جماعية. فلنعقد العزم جميعا من أجل تحقيق ظروف هذه السعادة وأسباب هذه السعادة في الدنيا، تمهيدا للسعادة الأبدية في دار القرار. الصلح إذن في رمضان أو رمضان والصلح. أعالج هذه النقطة من خلال 4 مستويات. المستوى الأول الصلح مع الله، والمستوى الثاني الصلح مع النفس، الصلح مع الله، والمستوى الثالث الصلح مع الأرحام، والمستوى الرابع الصلح مع الناس جميعا. أبدأ بالمستوى الأول. الصلح مع الله يتحقق بالتوبة النصوح. كل إنسان منا يحتاج إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، وبذلك نتصالح مع الله. إذا كان النزاع مع الناس أمر منبوذ، أمر لا تحبه النفوس الطيبة، لا ترضاه القلوب الزكية، فكيف بمن يعلن حربا على الله؟ فالصلح مع الله سبحانه وتعالى هو أول مستوى يجب أن نعمل جميعا على تحقيقه. فإذا تصالحنا مع الله سبحانه وتعالى بالتوبة النصوح فقد حققنا هذا المقصد الكبير الذي يؤهلنا لتحقيق الصلح والتصالح في المستويات الأخرى. أتصور إنسانا يعيش هذه الأيام المباركات ويستقبل شهر رمضان وهو بعيد عن الله سبحانه وتعالى، وهو لم يتصالح مع الله ولم يتب، وربما يؤجل توبته إلى وقت آخر. والشريعة قررت أن تأجيل التوبة هو إثم يحتاج إلى توبة، ثم أن الأجل قد يباغت الإنسان وهو لم يتب فيندم، ولكن حيث لا ينفع الندم. يقول الإمام علي رضي الله عنه من حكمه ومن درره، يقول: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. التصالح مع الله، نقرأ أرجى آية في القرآن. يعني الآية التي تزرع الأمل في قلوب العصاة، في قلوب الآثمين. يقول ربنا جل جلاله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هي أرجى آية في القرآن. تخاطب جميع المذنبين وتزرع فيهم الأمل، أي لا مجال لليأس مهما كانت هذه الذنوب، لأن الشيطان يحاول أن يزرع اليأس في قلوب العصاة. كأن يقول لهم مثلا: أنت كبير في السن، أنت يعني أذنبت كثيرا في حق الله عز وجل، ولو قدر لك أن تعيش قرنا من الزمان لا تستطيع أن تتوب، لأنك عاص، لأنك مذنب، فاتك الوقت. وبذلك يزرع فيه اليأس. واليأس كما يقول الحكيم:
اليأس يقتل الفضائل في النفوس. إذن هذه الآية تجعل جميع العصاة يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى ويتصالحون معه. وهكذا نستقبل هذا الشهر الفضيل بالتصالح مع ربي جل جلاله. المستوى الثاني هو التصالح مع النفس. هذه النفس البشرية خالقها هو الذي يعرف كنهها، هو الذي يعرف أسرارها. يقول ربنا في آية القرآن: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والنفس بالمناسبة يعني النفس الأمارة بالسوء هي العدو الأول للإنسان. يكفي أن نذكر السادة المشاهدين أن أول جريمة وقعت في الحياة بسبب النفس الأمارة بالسوء الخلاف الذي وقع بين قابيل وهابيل. نذكر به الناس جميعا، نقول أولاد آدم حصل بينتهم خلاف كما يحصل الخلاف بين الناس الآن في دنيا الناس. قابيل تخاصم مع أخيه هابيل، ولكن سبحان الله النفس الأمارة بالسوء أمارته بأن يقضي على أخيه بأن يقتل أخاه، كما يروي القرآن الكريم: قال لأقتلنك. هكذا يحكي القرآن تماما. هذا قابيل يقول لهابيل: قال لأقتلنك. هذه العبارة يكررها أبناء آدم الآن. أليس كذلك؟ يقولونها. نعم. كم من إنسان يخالف يعني يتخاصم مع أخيه أو مع صديقه أو مع شريكه، يقول نقتلك، ويحلف في بعض الأحيان ولا غير نقتلك هكذا. يقول له الروح نتاعك في يدي، يقول لك روحك في كفوسي نقتلك، إلى آخر هذا الكلام، وتتم ولادك مش عارف فيه وأشياء كهذه. ولكن كلها هذه من وساوس إبليس ومن وساوس النفس الأمارة بالسوء. قال لأقتلنك. ولكن هابيل الذي كان يخاف ربنا جل جلاله قالوا: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. شوف خوف ربي. أنت الآية اللي قلتها نجاة بارك الله فيك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله إن التقوى صمام الأمان، صمام أمان الأرواح، أمان الدماء، كذلك النفوس، وكذلك الأموال، وكذلك الأعراض. معنى إذا كان خاف ربي لن يحصل شيء من هذا إطلاقا. ولكن صدق اللي قال: خاف من اللي ما يخافش ربي. أقوذ وين نتسقذ ربي؟ خاطر اللي خاف ربي قد يخطئ في حق إنسان، ولكن كي يقولوا اتق الله يعود إلى الصواب، يعود إلى الصواب. ويسترجع ويستغفر والسلام. ربي يعفو يغفر وين يشظن يوخر، أي ربي سبحانه يتوب على كل عاص. إذن هابيل قالوا: إني أخاف الله رب العالمين. ولكن تتمة الآيات: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. هذه الحكاية كلها على النفس. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. إذن شوف الإنسان الذي لا يتصالح مع النفس، يعني سوف يطبق أوامرها، سوف تضع له كما يقولوا في دنيا الإعلام في دروت، يعني خارطة الطريق، دليل الطريق فيطبق. وهكذا أيضا حصل مع إخوة يوسف. النهار اللي دوخوهم يوسف بالمفاوضات مع باباهم: أعطينا يوسف يلعب معنا ويخرج شوية ويتفسح، يعني المؤامرة. هذه كلها النفس الأمارة بالسوء. وكي داوه استأمنهم على يوسف، قالوا: أمن يوسف عندكم. وراحوا وتعرفوا كاع واش داروا في يوسف، وداروه في الجب وكذا، والحكاية معروفة. وحتى كان منهم اللي قالوا اقتلوه. يعني كيف فتحوا باب المقترحات، كاين اللي قالوا اقتلوا يوسف، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. سبحان الله. نكمل الآيات حتى قال ربي سبحانه يروي هذه الحكاية العجيبة اللي لازم كل إنسان يقرأها باعتبار وتمعن. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. لازم لو كان يبكوا في النهار يفيق لهم، يقول: وقال بكاء هذا نتاع ماشي نتاع الصح. ولكن بالليل: وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وزادوا كملوا: وجاءوا على قميصه بدم كذب
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لذلك سادتي الأفاضل لابد أن نتصالح مع النفس. نعم. كيف يكون التصالح مع النفس؟ بتزكيتها، بتنقيتها، بتصفيتها من الشوائب، من الأحقاد والضغائن والكراهية، ونملأ القلوب ونملأ النفوس بالحب، نملأ النفوس بالاحترام، بالتقدير، نملأ النفوس بالخير، بحب الخير للناس، ونرتاح. لأن الإنسان الحقود هو الذي يتعذب أكثر من الآخرين. يقول لك هذا الحسد والحقد يعني كما النار، تاكل كما تلقاش واش تاكل نفسها. لذلك هو أول المستفيدين الذي يملأ قلبه بالإيمان، بالمحبة، بالأخوة، بكل هذه المعاني الجميلة الجليلة. نعم. هذا هو المستوى الثاني. نعم. المستوى الثالث وهو الصلح مع الأرحام. سادتي الأفاضل هذه المرة يعني من طول الشيء في المقدمة مهمة جدا هذه المقدمة دكتور، الله يبارك، باش يتهيئوا الناس. نعم. ويتركوا الخلاف على حدة والنزاع على حدة. ويدخلوا إن شاء الله يستقبل شهر رمضان استقبال يليق بمقامه. اليوم نعم. احنا فرحنا بزينب استقبلناها وتمنينا باش نجيبوا لها حاجة تاكلها ما كانش، يعني أعطيناها غير شوية الماء، هذا واش نقدروا. ايوه بارك الله وإن شاء الله نعوضها بالدعاء في ظهر الغيب إن شاء الله. دكتور. المستوى الثالث على مستوى الأرحام. على بالك الإنسان كي يكون يتصالح مع الله ثم يتصالح مع نفسه يكون مهيئا للتصالح مع الناس جميعا، ويبدأ من الأرحام خاصة الأرحام. نعم يا أختي نجاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. كان الآن في أواخر شعبان كان يدخلوا في معارك مع الإخوة، الآن يفتحوا ملف الميراث باش الشيطان يكلخلهم يختلفوا على هذيك العقار وهذيك الأرض وهذيك الشجرة. نعم. وهذيك نعم. الحجرة الآن نعم. يعني منذ 3 أيام تقريبا ولا 4 أيام واحد قال لك منذ 7 سنوات حابين ناخذوا موعد باش تفرنا مشكلة الميراث، حابين نفروه الآن قبل رمضان. قلت علاه لماذا الآن؟ رمضان؟ نعم. لماذا الآن؟ كاين أولويات، يعني لازم الآن. وبحكم التجربة أنت تدري لماذا دكتور. الأيام الأخيرة نتاع شعبان أخاف منها تماما بصراحة. نعم. والله أعلم ما أقول شهيد. طيب إذا نقول أنه تصالح. علاش تخاف منها دكتور؟ لأنه يحثوا فيها سهلة مهلة، لأنه نعم. الشيطان يدير اجتماع مع النفس، يقولها أنا سأصفد بعد أيام، يعطي لها يعني واحد المعلومات، واحد نعم. فيدروت، يعني هو ثاني ينصحها يقولها أنا نغيب لازم تعوضي. نعم. لأنه بعض الناس يتساءل يقول علاش في رمضان صار مشاكل، يقول له سهلة مهلة، يقول لك رغم أن الشياطين صفدت سهلة مهلة. خاتمة شعبان يحب يخدم خدمته دكتور. لازم نعم. يخدم خدمته، يدير برنامج، عنده برنامج مطول مفصل. نعم. شحال الناس اللي يطلقوا وشحال من الجرائم سنعود إلى ذلك. والحوادث نتاع طريق. يعني هي عجبك إذا كان واحد عنده في طريق برك يختلفوا في الطريق تدير له هاك تفضل يفرح ويستبشر. نعم. يستبشر. وهذه الأمسية على الأقل 10 من الناس تكون الأولوية للتاعي نقول تفضل ويبتسم ونفرح، نقول والله غير نقولها اليوم لأنه فرحت كي شفتهم فرحوا. هو حقي، ولكن معليش والإيثار هذا يعني أين هو؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه حتى في جميع الأمور، وحنا في رمضان خاصة الأيام الأولى وعلى بالك النرفزة والعياء وكذا إلى آخره. فالشيطان إذن أقول هذه الأيام راهي يخلي الوصايا نتاعو للنفس، وهي كما قلت تعوض يعني تكومبونسي هذاك الغياب نتاعو، تعوضه. فبالتالي ذاك تكثر المشاكل كثيرة. ولكن إذا كنا من الناس الأذكياء، إذا كنا فاهمين هذه المؤامرات، لأن ربي سبحانه هو اللي قال لنا الشيطان هذا عدو مبين، هو اللي سماه للمي ديكلاري عدو مبين. والله يرحم البوصيري في القصيدة نتاعو الرائعة، وبعض الناس يقراوها يعني يتبركوا بها بشكل مستمر، يعني يقراوها في المعاني العظيمة اللي فيها. يقول وخالف النفس والشيطان واعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم، إلى آخر هذه الدرر في قصيدة البرد للإمام البوصيري. صلة الأرحام نعم. ربي وصانا بها، ربي وصانا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الواصل بالمكافئ. يعني شكون اللي يخلي من حقه هو اللي يروح يتصالح، ما يستناش حتى يجي عيد الفطر الآن في رمضان. نعم. باش نعيشوا رمضان مليح. صوري اختي نجاة واحد دار قره مع العائله نتاعو حروب. يعني كيف يجد لذة رمضان؟ هل يجد لذة رمضان؟ لا يجد اطلاقا. عنده مشاكل مع باباه، مع يماه، مع اخته، مع زوجته، مع زوجه، اذا كان المراه مع زوجها، مع الجيران، مع داير فتح جبهات حرب مع كل الناس.
فكيف يعيش هذه الأيام الفاضلة المباركة؟ إذا التصالح مع الأرحام، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. خاطر في قاعد يقول لك أنا نرجع لهم، أنا رجل، يعني عندي النف، أنا عندي النف، ماشي علاش يعتبرها نقصان في رجولته وفي مروءته. نعم. ولكن الحقيقة الرجولة والمروءة والبطولة تظهر هنا. هذاك هو اللي يرجع، هو اللي يطلب السماح، يقول جئتك مصالحا، ما يحوس، ما يفتحش تحقيق في الموضوع. نعم. يقول تصالحوا ويبقى الصلح إن شاء الله كما قال القرآن، والصلح خير. المستوى الأخير الصلح مع الناس جميعا. نعم. إذن ما الفائدة إذا كان الإنسان تصالح مع ربي وتصالح مع نفسه ومع العائلة نتاعو والأرحام، ولكن فاتح جبهات حرب مع الناس؟ أيضا هذا ما ينفع، لأنه قدر ربي سبحانه نعيش سويا. لماذا لا نعمل على تحقيق التعايش فيما بيننا؟ لماذا لا نحقق الانسجام والتناغم فيما بيننا؟ هكذا تصبح الحياة جميلة. أعتذر لهذه الإطالة، وبذلك نستقبل الشهر العظيم إن شاء الله تعالى بالباقيات الصالحات، ونحول هذا الشهر إلى شهر الاستثمار في الطاعات وفي الصالحات وفي الباقيات الصالحات.